السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض ألذ واخف واطرى كفتة فراخ بصدر فرخة. هنعمل منه كمية كبيرة تكفي عدد افراد كتير، وسهلة وسريعة وكل حاجة حلوة فيها، والاهم انها طعمها ولا قبل ما نبدأ، لو اول مرة تشوفوني انا ام الشاهي، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير لو حبيتوا الفيديو. ويلا بينا نبدأ على طول. عندي هنا صدر فرخه يكون كبير كده شويه، انتوا حطوا الكميه اللي انتوا عايزينها. قطعته حتت صغيره وبعدين هحطه في الكبه، وهحط عليه بصله كبيره متقطعه وفلفله حمراء متقطعه. ممكن تحطوا فلفل اخضر براحتكم لو حابين، بس الاحمر بيديها طعم ولون حلوين قوي. وهحط عليهم تقريبا نص كوبايه من البقدونس المفروم، وثلاث فصوص من الثوم. والتوابل بقى بتاعتنا معلقه صغيره من كل الحاجات دي: ملح وفلفل اسود وبصل بودر وتوم بودر وبابريكا وكاري وكركم. تقدروا تقللوا البهارات لو حابين. واحط كله على بعضه في الكبه وعليهم بيضه، ونضرب كل الحاجات دي كلها مع بعض. بس شكلي كده كبست الكبه على اخرها، ما كانتش عايزه تتقفل. نضرب بقى كله كده في بعضه لغايه لما تتفرم ناعم خالص. انا لقيتها مش عايزه تتفرم كويس الجزء اللي فوق بالذات، فقللت الكميه علشان اضربها على مرتين. ما انا خفت برضو على الكبه اللي تبوظ، وعشان ضغطت عليها كمان في الاول كتير لقيتها سخنت قوي. كده بقى نضرب براحتنا باطمئنان وبنفس راضيه. بعد ما فرمتها خلاص، المهم انها تتفرم ناعم خالص مولس. كنت زهقت هنا وزعلانه علشان الكبه دوختني عبال ما بردت، عشان شكلي كده استعفيت عليها في الاول. فانت لو الكبه بتاعتكم ضعيفه ما تحطوش الكميه كلها مره واحده. دلوقتي نجيب طبق وندهنه بمسحه بسيطه من الزيت، وندهن ايدينا كمان زيت، والجوانتي الغريب اللي عمال يتزحلق مني دوت. ناخد بقى حته صغيره نكورها، وبعدين نبططها رفيع كده اهو، مقاسها ما يكونش كبير ولا صغير، متوسط كده. ونعمل الكميه كلها بنفس الطريقه، برصهم فوق بعض عادي خالص علشان عليهم طبقه زيت مطرح ايدي، فمش هيلزقوا في بعض. حطيتهم كلهم فوق بعض عادي خالص. عاملين كميه حلوه قوي ما شاء الله، وشكلها تحفه حتى قبل ما تستوي. نجيب طاسه ونسخنها كويس قوي، ونحط فيها ربع كوبايه من الزيت، ربع كوبايه وبس، مش محتاجين اكتر من كده. ونسيبه كده لغايه لما يسخن شويه، وبعدين نسوي فيها الكفته. احنا مش محتاجين زيت كتير كاننا بنقليها، لا دول كفايه قوي. لو قالوا بس مطرح ما بنقلي الكميه نزود حبه صغيرين كمان. ما بتاخدش وقت طويل على النار، يا دوب كده دقيقتين تقريبا، وبنقلب على الوش التاني وخلاص كده. خلاص هنا خلصت الكميه كلها، ما خدتش وقت خالص مني. انتوا مش متخيلين طعمها حلو ازاي وطريه قد ايه، ملبن كده يا ناس. دي اسهل واحلى طريقه لكفته الفراخ، بنعملها كده كلها على بعضها من غير ما نفرم الخضار لوحده ونصفيه والفراخ لوحدها، ونرجع نحط لها بقسماط، وبعدين لما بتستوي بنلاقيها ناشفه كده وبتفرول. لا دي حاجه كده وهم. انا جربت طرق كتير ليها، ودي من احسن الطرق لكفته الفراخ. جربوها وقولوا لي رايكم فيها ايه. وما تنسوش تعملوا لايك وشير لو حبيتوا الفيديو، واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي، وباي باي.